وده يعتبر اكتر موديل ذكاء صناعي مبهر حتى الان. والاهم ان احنا هنشوف ازاي نستخدمه بشكل مجاني من غير كوينز ولا كريدتس ولا اي حاجه. لا معاك يعني اقعد جرب والعب وغير واعمل كل اللي في خيالك، اسهل بكتير. وفوق كل ده وده انه مش بيحتاج في بي ان، بتشغله على طول على البراوزر بتاعك. وده الموديل والاصدار اللي نازل اسمه نانو بنانا، وجوجل عاملاه جوجل جيميناي. وهنا ممكن نكون بنلمح او بنلقح شويه على الفوتوشوب، ان هو كان لسه عامل لنا تحديث اللي اسمه الهارمونايز في الفوتوشوب، ان هو بيدمج لنا الصور بشكل سريع جدا. فعشان نبدا نشتغل على النانو بنانا بتاعنا، لو جيت بصيت كده، انت لو كتبت نانو بنانا في جوجل وجيت تشتغل كده هتلاقي عندك اللينك بتاع جيميناي 2.5 فلاش ايمج. لو فتحته هيفتح لك الموقع ده كده، ولو بصيت تحت كده هتلاقي عندك تراي نانو بنانا. لو دوست عليها كده انت كده جاهز ان انت تشتغل او تولد صور في نانو بنانا. بس الفكره ان هنا بيبقى عندك توكن، اللي هو يعني عدد نقاط معينه بتسحب منها من رصيدك كل ما بتجرب او بتعمل نسخه جديده او بتعمل محاوله جديده. دي الطريقه لو عايز تستخدمها تمام اتس اوكي، وبرده من غير في بي ان هتفتح معاك من غير في بي ان عادي جدا. في بقى الطريقه اللي احنا بنفتح بيها النانو بنانا او اي اصدار ذكاء صناعي بشكل مجاني بعدد محاولات يعني مفتوح معانا، هو موقع LM Arena. لو جيت كده فتحت في جوجل كتبت LM Arena، هو بص بيكمل لي السيرش، فبفتح اول ويب سايت معايا، اول لينك معايا. انا عايز اروح على الموديل بتاع النانو بنانا بتاعي، هخش فوق كده واختار دايركت شات، عايز اعمل شات مع الذكاء الصناعي او الموديل بتاعي. فهنا انت ممكن تعمل شات مع شات جي بي تي 5 اللي هو اخر اصدار نزل، وفي عندك حاجات كتيره موديلز كتيره، وممكن تعمل برضو على ديب سيك، يعني اكنك بتشتغل على ديب سيك من الموقع ده. بس احنا هنيجي تحت كده هنعمل خطوه بسيطه، هنيجي تحت عند جنريت ايمجز، هندوس على الاوبشن ده كده، فهلاقي فوق بقى عندي الموديل بتاع جيميناي 2.5 فلاش ايمج بريفيو نانو بنانا. خلينا نعمل كام مثال كده نفهم منهم الدنيا، وفي افكار كتيره بقى يعني ايه، خلينا نستلهم. بس اول حاجه انا جربت اعمل ثامنيل للفيديو ده، يعني قلت انا هعمل الثامنيل للفيديو، لو طلع حلو هعمل الفيديو، هصور الفيديو. فقلت ايه، جبت الايمج، تعالى كده نجيب له الصوره بتاعتي نفسها، اخترت له الصوره بتاعتي دي كده، تعالى كده اوريك الصوره نفسها الاصل عشان تبقى ايه انت شايف كل حاجه على الطبيعه. دي الصوره الاصليه. فانا فكرت عشان اخلي الموضوع فاني وفي نفس الوقت يعني ايه ملفت للانتباه، بدل ما البس اللبس اللي هو العادي ده، لا قلت البس بدله سوداء عشان اقعد على موزه صفراء، فيبقى في كونتراست عالي وفي حته يعني ساركازم كده او كوميديه شويه، اللي هو لابس بدله ومتشيك وقاعد على موزه. هنختار الصوره بتاعتنا، هو هنا كده رفع لنا الصوره. انا بقى عايز اكتب البرومت بتاعها، انت ممكن تكتب البرومت بالعربي عادي جدا، بس انا بفضل دايما طالما انا معايا الامكانيه ان انا اعمل حاجه يعني ايه من اول مره بشياكه وبنظام اعملها. لو ما عنديش القدره ديت اقول لك ماشي اكتب بالعربي او اكتب بالانجليزي بخيالك انت، بس احنا معانا شات جي بي تي. فانا هروح كده على شات جي بي تي. بص انا كنت عمال اخد ودي معاه في الكلام، يعني كنا بندردش ماسكين في بعض جامد، يعني عمالين نطلع برومتس كل شويه. تعالى كده نرجع للبرومت اللي انا كتبته اهو، هو ده البرومت انا كتبت له كده بالظبط. اكتب لي برومت، اجعل الشخص يرتدي بدله سوداء وهو يجلس على موزه، وغير الخلفيه الى شاطئ حوله نخل بشكل واقعي. هو بقى نسقه لي وكتب لي البرومت ده. فانا هاخد ده كده زي الباشا كوبي بيست، هاخده كوبي، هروح على LM Arena بيست هنا كده، اشيل الحاجات الزياده اللي ملهاش لازمه دي كده، وهقول له جنريت. بس كده هو ده التصميم بالنسبه لي. انا دلوقتي بعمل التصميم لذيذ بقى، ان هو بص هنا بيعمل لك ايه، بيبدا يعد لك الثواني انا باخد قد ايه عشان اجنريت الصوره دي او التصميم ده. ودي النتيجه اللي طلعها لي. برضو يعني حسيت ان انا محتاج اعدلها شويه، اقول له خلي الصوره كانها متصوره بكاميرا صوره فوتوغرافيه. فتعالى كده نرفع له الصوره تاني الاصليه، وغيرت البرومت، خدت البرومت التعديل اللي هو من شات جي بي تي، وقمت قلت له ايه يلا بينا مع بعضينا كده ايه نشوف النتيجه بتاعتنا. روح يا عم. بص دلوقتي بقى مطلع لي نتيجه يعني روقان، انا عجبتني دي اكتر على فكره. الفكره بقى ايه، تعالى بس ايه عشان ما نروحش مننا، هنيجي هنا كده ايه نعمل لها داونلود. تمام كده نزلت معانا. في برضو عندنا لو مش عاجبني النتيجه دي، انا لسه معايا محاولات، لا يا عم روح اعمل لي ريتراي وجرب لي حاجه تانية، وريني يعني محاوله كمان، يا اجتهد شويه، اجتهد وطلع لي نتيجه حلوه اكتر. اوعى الكلام. بص تعال نعدلها تاني، تعال نقول له ريتراي مره كمان. يا ولا يا ولا يا ولا يا دلع يا دلع. بص يعني ايه بنسبه كبيره ظابط الكلام، عاجبني الكومبوزيشن برضو، بس في مشكله عنده في الملامح سنه، يعني في عنده مش ده انا يعني هو شبهي بس مش انا، بس افضل بكتير من ان انا ابدا اعمل كومبوزيتنج او مانيبيليشن بقى واركب الشخص وبدله وموزه والاقي اصلا الهيكل بتاع جسم شخص قاعد كده. فلذيذ، هو حسن لي حاجات كتيره وسهل لي
لي كمان لو انا هعدل الملامح على الفوتوشوب او هعدلها على اي سوفت وير تعديل الصور هتبقى اسهل بكتير. غير كده وكده ان هو يعني في محاولات تانية بيبقى الموضوع ظابط معاه. نيجي بقى للحته دي، يعني انا قلت تعالى كده نحلم مع بعض كده، هغير الخلفيه، مش يعني ايه، مش عايزينها حاجه كوميدي، هغير الخلفيه واحط ورايا عربيه، يعني فاهم اللي هي صوره احلامك، اللي هو انا عايز اعمل تخيل كده، لو انت تخيلت احلامي هتشوفها ازاي، وريني احلامي هتبقى عامله ازاي. فنفس الفكره بالظبط، نفس الكونسبت. هنرجع على الام ارينا، نرفع له الصوره بتاعتنا، تعالى نرفع له الصوره بتاعتنا هي بس هديله بقى ايه برومت تاني خالص، اللي هو انا كتبته له هنا، كتبت هنا بالعربي في شات جي بي تي: اجعل الشخص يجلس بجوار سياره مرسيدس فارهه بلون ازرق غامق، شوف انا بقى محدد، وخلفيه منزل حديث بتصميم عصري جدا، وهو يرتدي ملابس كلاسيكيه. اداني البرومت ده كده. هنيجي كده ناخد البرومت بتاعنا ده كده كله كوبي، نروح على الام ارينا نعمل له بيست ونقول له يلا بينا. واو واو بقى المره دي هو ده، لا المره دي مديني نتيجه مختلفه ولذيذه، فاهم؟ شايف انت القصه عامله ازاي؟ هو غير لي البوز خالص. تعالى طيب انا عايز اشوف نتيجه تانية، تعالى قول لي ريتراي كده. سلام يا سلام. هو على فكره ممكن ينفعني كمان في الفيلم ميكنج، غير ان هو بيعمل لي مشهد تخيلي، ينفعني كمان في الشوت ليست. ممكن اعمل شوت ليست شايف الكومبوزيتنج، شايف الكادر ده، الكادر ده انا ممكن احطه كشوت ليست وانا بجهز مثلا شوت ليست، عايز اعمل اعلان لاكجري او اعمل اعلان ريل استيت. غير كده وكده ان هو ممكن يلون صور قديمه او يحسن صور قديمه. بس انا مثلا هديله صوره ليا، هقول له تخيلني في مشهد انا عايز اشوف نفسي فيه، اللي احنا لسه كنا بنقول عليه دلوقتي، اللي هو انا عملتها هنا كده، تخيلت نفسي وانا مستكشف او مغامر في الغابه. انا عاجبني قوي دي الكومبوزيتنج ده، والالوان والفريمنج جميله قوي، يعني انا منبهر جدا بالنتيجه دي جدا. فنفس القصه المره دي هديله بقى صوره ليا هي فيها ملامحي، عشان ياخد الملامح ديت ويطبعها على البرومت اللي انا هديهوله. فهنرفع له الصوره بتاعتي اهي، دي الملامح بتاعتي، هرفع له صوره شخصيه عادي جدا، وهجيب لك البرومت اللي احنا كتبناه هنا اهو. جيت هنا كده كتبت له بالظبط: اجعل الشخص هذا يقف كانه في غابه وسط الملابس، عشان هو يحسنه لي كشات جي بي تي. كتب لي البرومت بتاعنا، هاخده كده واروح على الام ارينا اقول له بيست، طبعا ايه اظبط واقول له يلا بينا ودي. بيحمل وانا متحمس جدا اشوف حاجه ثالثه. انا وريتك نتيجتين كنت بجربهم قبل التصوير الفيديو ده، هنشوف الثالثه دلوقتي مع بعض. اوعى انا مديله الصوره بتاعتي دي اللي هي صوره شخصيه عاديه خالص، نقدر نقول ان هو واخد الملامح مظبوط تيبيكال، بس مش واخد بالك لف الوش جاب لي تكمله الوش كادر تاني خالص. وعلى فكره دي ممكن نطلع نتيجه ثالثه ورابعه وخامسه مع بعضينا عادي جدا. فانا عاجبني النتيجه دي جدا، يعني البرومت هنا اتكتب صح قوي، فطلع النتيجه حلوه جدا. هعمل لها داونلود عشان احتفظ بيها. غير كده وكده ان انا ممكن اخد صوره والبس نفس لبس معين انا عايز اجربه عليا، اشوفه هيبقى فت عليا ولا لا. ما تيجي نشوف. فهنخش كده تاني نرفع له الصوره بتاعتي. فانا مثلا الصوره بتاعتي هنا اهي، وعايز البس نفسي القميص ده، واخد بالك؟ فدي كده الصوره اللي انا هرفعها. انا عايز اشوف لو انا لبست قميص كحلي في الوضع ده، في البوز ده، هيبقى مناسب عليا ولا لا. لو انا هجيب قميص كحلي مثلا ممكن يبقى حلو عليا ولا لا. فهرفع له الصوره وصوره القميص نفسها، الصوره بتاعتي وصوره القميص نفسها، واقول له ايه تعالى المره دي بقى هنجرب نكتب بالعربي اللي في دماغنا جوه اصلا الام ارينا. فانا هنا كده هكتب: غير ملابس الشخص في الصوره الأولى إلى القميص الأزرق في الصورة الثانية. كلام كروكي جدا عادي، وهشوف النتيجة اللي هيطلعها لنا عاملة ازاي. هقول له ايه ودي وريني. وصباح الجمال، الله 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 الله. في هنا الكم ضرب منه. بس على فكرة ده ستايلنج جديد، يعني ممكن اصحاب المصانع بتاع الملابس ممكن تعمل قميص وتخلي الكم بتاعه هنا كده استك، مش كليبس ويتقفل ويتفتح. ستايل جديد ممكن تجربوه، هينفع جدا. انا مصمم ازياء، انا والذكاء الصناعي بتاعي بنرشح لكم الستايل ده جدا. طيب تعالى نقول له حاول تاني، عشان انا عايزه قميص يعني هي فعليا. فزي ما انت شايف كده هو عمل لي الكومبوزيشن بتاعتها. بص انا عايز احط لك الاثنين جنب بعض. هو هنا نفس الهيكل، نفس وضع البوز بتاع الجسم بالظبط، بس غير السويت شيرت ده اللي انا لابسه ده هنا كده خلاه قميص بشكل جميل جدا وسريع جدا. انا لو كنت حطيت لك الاثنين جنب بعض قلت لك تخيل انهي الاصل، ممكن تنخدع فيها. برضو انا عملت حته كده مني يعني نرجسيه، وحته قلت العب يعني
بنلعب، ما ورناش حاجه والدنيا فري ومجانيه والقصه جميله. فتخيلت لو انا مثلا ايه كنت لاعب كوره وعندنا تمرينه انا ومحمد صلاح وكريستيانو، فطلعنا في الكومبوزيشن ده كده. بص اصل الصوره دي انا كنت واقف كده عادي خالص، فهنا كده قمت مغير نفسي بالمنظر ده. فبص كده عمل لي ايه، هو خد البوز ده وعمله في الكومبوزيشن ده، عجبني جدا. بص كمان الواقعيه بتاعت الخيال هنا، الظل بتاعنا، وكل اللي عملته هنا ان انا اديته الصوره دي كده وكتبت له برومت، اللي هو تخيل لي ان انا واقف وسط. هوريك البرومت، كتبت كده في شات جي بي تي بالظبط: اجعل الشخص يقف بجوار محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، يرتدوا ملابس رياضيه، يتمرنوا في ارضيه الملعب. بس انا في اول مره كتبت له اجواء ليليه وجمهور في الخلفيه، فما عجبتنيش النتيجه بتاعت الاجواء الليليه، فده البرومت بتاع الاجواء الليليه. جيت هنا كتبت له لا اضف تعديل، اجعل الصوره واقعيه جدا، دي مهمه، كانها صوره فوتوغرافيه والاجواء بالنهار. فاداني البرومت بقى ايه اللي هو معدل الاخير ده. فاخدت البرومت ده كده وحطيته مع الصوره وطلع لي زي ما احنا شفنا كده النتيجه دي، وعجباني قوي. انا مبسوط يعني، حسيت ان انا كان ممكن ابقى في يوم من الايام لعيب كوره، ده حقيقي يعني. حته بقى ان انا ممكن استخدمها في الدعايه المنتجات، يعني مثلا هنا انا جربت اعمل دعايه للزجاجه دي. انا كنت صورت قبل كده منتجات بلاستيكيه، عملت لها فوتو سيشن وبتاع، بس قلت اما نجرب لو احنا حطيناها كانه مثلا سيلبرتي او شخص موديل او ايا كان، مش لازم يبقى موديل، حد من تخيل الذكاء الصناعي بيعمل لي اعلان للمنتج ده كده. اللي هو هنا انا مثلا تخيلت ان هو ايه، ازازه الميه دي. جيت هنا برضو على LM ارينا ورفعت له صوره فيها ملامحي اللي هي مثلا الصوره دي كده، وعايز صوره المنتج نفسه، فهرفع له صوره المنتج ده كده. السيشن اللي انا كنت عامله للمنتجات البلاستيكيه، فانا مثلا عايز الزمزميه دي، هختارها كده تمام. فكده دي الصورتين بتوعي، وهروح على شات جي بي تي عشان اخد منه بقى ايه البرومت الدقيق. فاول مره كتبت له كده ايه، اكتب لي برومت ان الشخص يمسك الزجاجه وهو يرتدي ملابس للشاطئ ومن حوله العاب مائيه على الشاطئ البحر. فاداني النتيجه دي كده. طبعا النتيجه دي هي لو انت كتبتها في شات جي بي تي هتطلع لك، وهتطلع لك ممكن انت تضيف بقى ايه الحاجات اللي في خيالك. لو انت عايز تضيف حاجه تخلي فيه حاجه في الخلفيه، جيت سكي، نافوره، ممكن تحط طيارات، اي حاجه في خيالك اكتبها كده في شات جي بي تي، وتاخد القصه دي كلها كده، نقوم عامل لها كنترول في وورينا يا عم هيعمل لنا ايه. فهنا طلع لي النتيجه دي كده زي ما انت شايف كده. ده واحد واقف ماسك الازازه، بس الفكره ان المنتج الازازه نفسها مظبوط، ما فيهوش تشوهات. وبرده في حاجه من نقطه هنا، انك لو حطيت حاجه باللغه العربيه مكتوبه عليها اللغه العربيه، فيها ليبل باللغه العربيه، هتطلع لك مظبوطه، يعني مش هيشوه لك المنتج في اي حاجه. ممكن تاخد النتيجه دي، ممكن لو مش عاجباك تضيف نتيجه تانية، تقول له ريتراي، حاول مره كمان. نفس الصورتين دول اديتهم لشات جي بي تي عشان يطلع لي صوره الجيم، ان انا واقف في الجيم، فكتبت له الجمله دي كده عشان هو يطلع لي البرومت اللي تحتيه ده بتاع الجيم، عشان هنا يديني الصورتين دول. دي اول نتيجه طلعت حلوه، ودي تاني نتيجه برضو لذيذه. وعلى فكره الكومبوزيشن حلو، ومش شايف اي تشوهات في الخلفيه ولا في الارضيه ولا في المكن. يعني لو بصيت كده على الدمبلز دي مفيش تشوهات فيها، يعني لو هي نتيجه ذكاء صناعي لا تمام، ولا تشوهات مثلا في الشخصيه نفسها، الهدوم. واخد بالك بقى النقطه دي انا لسه واخد بالي منها، شايف السويت شيرت اللي الملفوف ده اللي انا كنت لابسه في الصوره الاصليه اساسا، ده انا لسه واخد بالي دلوقتي. هو هنا من الحر خلاني اقلعه ولفيته حوالين وسطي. الراجل اجتهد وطلع لي حاجه حلوه قوي. في نتائج تانية بقى انا جربتها مع نفسي، ان هو يلون صور الابيض واسود او يعيد تحسين الصور القديمه لو فيها اي تشوهات ولا حاجه. وكمان عشان نكون منصفين، الموديل دوت افضل بكتير من ايمج اف اكس. ايمج اف اكس اللي هو كان بيطلع لنا نتائج وكنا طايرين بيه السما، بس الفكره ان هو كان بيحتاج معانا ان احنا نشغله بفي بي ان، ومش بيشتغل عند اغلب الناس. لكن مع النانو بنانا زي ما شفنا كده اتفتحت كل الامكانيات والموضوع بقى سهل جدا. وانا مش هوصيك، انت هتعمل لايك لوحدك وسبسكرايب بقى، اشتراك في القناه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. ويلا اشوفك الفيديو الجاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.